مريم. الله يا جماعة، ما حدش فكر السورة فيها قصة زكريا وقصة يحيى وقصة ابراهيم وقصة عيسى وقصة موسى. طب ليه ما تسمتش سورة يحيى سورة زكريا؟ ليه اتسمت باسم المرأة الوحيدة اللي جت فيها؟ يا اختي، لما الراجل يعمل بطولات دي حاجة عظيمة، انما لما المرأة توصل لنفس بطولات الراجل في الايمان والعبادة والتضحية، لا 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 لا، دي حاجة تانية بقى. يبقى اذا اوعى تسألي بنفسك، اوعى تسألي بنفسك. السيدة هاجر رضي الله عنها، سيدنا ابراهيم حطها لوحدها مع ابنها في قلب الصحراء، والليل هيدخل عليها مئات والاف الكيلومترات يمين وشمال وقدام وورا لوحدها، والظلام هيدخل عليها، وقبلت التضحية لاجل الله. بسبب تضحيتها دي تفجرت بئر زمزم. بئر زمزم دي لما تفجرت القبائل العربية جت الجزيرة العربية بقى لها وجود. تضحية امرأة غيرت جغرافية الكرة الارضية. تضحية امرأة صنعت تاريخ الامة العربية. بسبب تضحيتها الجزيرة العربية بقى لها وجود. اوعى تستقل بدورك، اوعى تستقل انت تقدري تعملي ايه. وانا في الحج السنة اللي فاتت دهيت، فالواحد بيسعى ما بين الصفا والمروة، وايه ده الرخام بقى، بتجري على الرخام مش بتجري على صخور زي اللي كان بيجري على السيدة هاجر. وما انتش بتطلع جبل عالي هنا وهنا زي السيدة هاجر، والتكييف على يمينك وشمالك، مش الشمس ضاربة في دماغك زي السيدة هاجر، وكل ظروف ومش قادر وتعبان، وهي استحملت. المرأة استحملت. السيدة اسماء كانت بتروح تودي الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام في الغار وهو مهاجر. المفاجأة اللي يعني كلنا عارفين، وذات النطاقين وودت الطعام وشقت نطاقها وحطت فيه الطعام. هل تعلموا ان السيدة اسماء كانت حامل في هذه الفترة؟ رسالة، وانها كانت في الشهر التاسع إلى حواء، وكانت بتمشي الكيلومترات دي كلها رايح جاي عشان تعمل لدين الله. اوعى تستقل بدورك يا اختي، وخدي بالك ربنا رفعك، ما تنزليش نفسك. ربنا اكرمك، ما تهنيش نفسك. شوفوا يا جماعه مريم، شوفوا مريم بتقول ايه. قالت لما حملت بعيسى، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. مش قادره تستحمل الناس هتتكلم عنها، مش قادره. العفاف يا اختي، العفاف يا بنات ثانوي، يلي اهاليكم بيجوا يعني بيبكم مش قادرين. الام تيجي تقول مش عارفه اعمل لبنتي ايه، كل ما اقول لها حاجه عادي. يا بنتي انت اتاخرت للساعه 12 ليه؟ عادي. يا بنتي انت صاحبك بيتصل بيك واصحابك ازاي؟ عادي. يا بنتي ما تتكلمي معايا كويس؟ عادي. فين يا جماعه، فين عفاف مريم؟ بتقول وكنت ناسيا منسيا. انا مش عايزه، يا ريت نموت ومحدش يفتكر ان كان في واحده في الدنيا اسمها مريم. شوفوا يا جماعه عفافها وصل لايه. البنت اللي بتقف في الجامعه دلوقتي فرحانه ان ده بيبص لها وده بيعاكسها وده واقف معاها، ونمره محمولها مع ده ونمره بيتها مع ده، والشله اللي هناك دي بتتكلم عنها. ازاي يا بنتي، ازاي يا اختي، ازاي تنزلي نفسك النزول ده؟ وربنا يا اختي ولم يمسسني بشر، ده انت لازم مفيش حد يطلع منك بكلمه، مفيش حد يطلع منك بنظره، مفيش حد يطلع منك بمسكه ايد ولا لمسه ايد ولو كان خطيبك. لازم تعززي نفسك. عارفه لو عملت كده يوم ما تروحي بيت جوزك هيبقى الضحكه منك ليها تمن، ومسكه ايدك ليها تمن، والقعده معاكي ليها تمن، لانك غليتي نفسك. العفاف يا جماعه، كل النساء ربنا قال والحافظين فروجهم والحافظات، الا مريم ما قالش حافظت فرجها، ما قالش حافظت فرجها، امال قال ايه؟ احصنت. حصن، تعملي حوالين نفسك حصن، مفيش واحد يقدر يقرب منك. ده العفاف. مفيش مخلوق يطمع بكلمه منك، مفيش، والا هترخصي نفسك. والله هترخصي نفسك. اوعي تقولي لا لو سمحت انا يعني ايه، انا والله يعني في شاب ممتاز ومحترم وطيب وعلاقه يعني بريئه جدا جدا. اوعي تقولي كده يا اختي، اوعي تقولي الكلمه دي بالله عليكي. يعني ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اياكم ومحقرات الذنوب. الوقفات بتاعت الجامعه دي اياكم ومحقرات الذنوب. الرسول شبه تشبيه رهيب. قال ايه؟ قال مثلها زي قوم نزلوا في مكان، فده يجيب حته خشبه صغيره وده حته خشبه صغيره وده حته حطبه صغيره، جمعوها على بعض اوقدوا نار بقت نار عظيمه. اهي كده الذنب الصغير ده حطبه صغيره، مسكة الايد دي حطبة صغيرة، تسلمته عليكي حطبة صغيرة، بصيته ليكي حطبة صغيرة، المزد اللي اترنت لك حطبة صغيرة، المكالمة بتاعت اخر الليل حطبة صغيرة. كل ده حطب على حطب على حطب. نيجي يوم القيامة نلاقي نار منقدم ولا نروح منها فين؟ نروح من ربنا فين؟ عفاف مريم يا اخوات، عفاف مريم يا بنات ثانوي، عفاف مريم يا بنات الجامعة، عفاف مريم يا كل امرأة تريد ان تتقي الله وانها تسكن الفردوس. رسالة إلى حواء، إلى حواء.